طلعت على انستجرام قالت انها فكت كل الفيلر اللي كانت حقناه وبقت بتنام بدري وبتشرب ميه كتير، وبصراحه شكلها بقى زي القمر. هو ده بجد؟ يعني انا محتاجه ان انا افك الفيلر اللي عملته قبل كده، بالذات لو كنت ناويه احقن تاني. الفيلر طالما محطوط في بلين صح واتحقن بتكنيك مظبوط، استخدمنا الكميه المناسبه وكنا بنعمل مينتنس على فترات منتظمه مش بالاوفر فيل، يبقى انت مش محتاجه ان انت تدوبي الفيلر اللي عملتيه قبل كده. طب امتى افكر ان انا ادوب الفيلر؟ انا بدوب الفيلر في حاله ان هو عامل كومبليكيشن، او لو انا اوفر فيلد وابتدى يبقى شكلي غريب جدا مش هو شكلي الطبيعي. طب هل هي لما فكت الفيلر علشان كانت شايفه انها اوفر فيلد، ازاي يلحق وشها يعوض كل الهيدرونيك اسيد ده في الفتره القصيره دي؟ اكيد الهيدرونيك اسيد والبوكيت اللي فاضه مكان الاوفر فيلد فيلر ما تعوضش كده مره واحده بالنوم بدري وشرب الميه. اللي هيكون حصل غالبا ان احنا حققنا الفيلر تاني، المره دي في البلين الصح وبتكنيك مظبوط، وغالبا كمان اتعمل معاه بايو ستيميليشن سواء بالحقن او بالهايفو.